ازيكم؟ معاكم ادري. لو بتتفرج على تيك توك، لايك، فولو، اكسبلور واعمل شير، تقدير للجهود اللي موجوده، وان شاء الله الحلقه تعجبك. ولو بتتفرج على اليوتيوب، لايك شير سبسكرايب وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. طيب، عندنا النهارده عندنا الاهلي وميديام الغاني. الاهلي طبعا الرحله كان فيها مشاكل كبيره جدا. الاهلي طلع من القاهره بطياره خاصه، وصل اكرا، الطياره عملت ترانزيت كانت بيتفول، الطياره اتخبطت والاهلي اضطر ان هو يبات هناك. الرحله خدت مع الاهلي تقريبا 26 ساعه. الاهلي اضطر يبعت طلب للكاف ان المباراه تاجل لمده يوم واحد، تبقى السبت بدل الجمعه. الطلب قوبل بالرفض طبعا، وبناء عليه الاهلي هيلعب النهارده في ميعاده. والاهلي امبارح الحمد لله وصل لكوماسي، وتقريبا هم شبه ما اتدربوش يعني ولا ارتاحوا. المهم الاخبار كلها بتقول ان موديست مين كولر مارسيل كولر استقر على التشكيل ده بناء على موقع يلا كوره. التشكيل هقراه لكم واقول لكم رايي ايه، ورايي في التشكيل دوت، ورايي في للتشكيل الامثل ايه. على حسب يلا كوره بيقول حراسه المرمى طبعا مصطفى شوبير لا خلاف عليه. خط الدفاع محمد هاني، عبد المنعم، ياسر ابراهيم، علي معلول لا خلاف عليهم. نيجي بقى خط النص، اكرم توفيق، عمرو السولية، امام عاشور. ليا تعقيب هقوله في تشكيلي. خط الهجوم رضا سليم، وسام ابو علي، حسين الشحات، برضه ليا تعليق. طب يا محمد، انت وجهة نظرك ايه يا ادري؟ انا بالنسبه لي التركه خط النص، اكرم توفيق، عمرو السولية، امام عاشور. مش هينفع لان عمرو السولية بقاله فتره طويله جدا غايب، فمش هترجعه في ماتش بعد المجهود اللي حاصل ده كله، ممكن تخسره على طول. طب بالنسبه لي مين اللي يلعب بدل عمرو السولية؟ انا هرجع اكرم توفيق يلعب ستة، قدامه تمنيتين اللي هم امام عاشور وقفشه، او امام عاشور جنب اكرم توفيق وقدامهم قفشه. امام عاشور يقدر يلعب مركز ستة تاني جنب اكرم توفيق، واكرم توفيق ده مكانه الاساسي اصلا. فكده دي خلاص محلوله بالنسبه لي. انما عمرو السولية انا ممكن اخسره في الماتش دوت لو هو مش فت، لان هو عمرو السولية كل فتره يرجع يلعب ماتش ماتشين بقاله فتره ويرجع يتصاب تاني. فمع الرحله الطويله دي والاجهاد والقصه دي كلها ممكن نخسره، فمش طالبه. طيب، مروان فين؟ مروان عنده ايقاف عشان هو خد 3 انذارات، فاحنا ما عندناش بديل حاليا. خط الهجوم بقى اللي فيه اوبشنز كتيره جدا. آه على حسب كلام يلا كوره هم كاتبين رضا سليم وسام ابو علي وحسين الشحات. انا شايف ان وسام ابو علي ان انا العبه في الماتش دوت بالضغط اللي حاصل ده انا بحرقه. لو ما عملش حاجه هيتحرق، يعني هبقى بموته. فطب وليه؟ ابتدي بمودست اللي اصلا عليه انتقادات كبيره جدا، يبتدي الماتش عادي جدا. هو بقاله فتره مع الاهلي وجاهز نوعا ما. لقيت الماتش الريتم بتاعه ماشي حلو وتمام وزي الفل، خلاص ممكن ابقى انزل وسام كبديل، بس اشوف الدنيا رايحه لفين من الاول. طب الوينج اليمين والشمال، انا مش شايف ان انا العب رضا سليم وحسين الشحات مع بعض، لان انا بديل رضا سليم هو حسين الشحات، هو الجبهه الشمال للاتنين دول. طب الناحيه التانية عندي بيرستاو وعندي كريم فؤاد، فابتدي بيرستاو اللي لسه راجع من بطولة أفريقيا وأعتقد خد الراحة المناسبة. يبقى بيرستاو وموديست مهاجم، وحسين الشحات وينج شمال، بحيث ان بيرستاو وحسين الشحات مش فت ومش كويسين، ما بقاش استهلكتهم خلال الماتش، ويبقى عندي البديل ليهم. طب البديل مين؟ عندي كريم فؤاد على اليمين، وعندي رضا سليم شمال. ورضا سليم نزل الماتش اللي فات، ومن ساعة ما نزل كان عمل حاجة. طب انت شايف ان بيرسي تاو مش هو الافضل للبدء؟ طب ابتدي بكريم فؤاد. كريم فؤاد لعيب كويس جدا، ولما نزل برضو قدام مع رضا سليم عمل حاجه. فيبقى عندي في كل جبهه واحد بديل، وكده بقى عندي مودست لو هو مش فيت برضو هقدر اقلبه وانزل وسام اللي ممكن يعمل لك حاجه. فيبقى عندك 3 كروت على الدكه بتقدر تلعب فيهم. انما انا انزل حسين شحات مش على عدلته في اليمين. بس كده. ف هنشوف الاهلي هيعمل ايه. ان شاء الله يعمل ماتش كويس جدا. الدنيا كانت مش الطف حاجه، بس الاهلي قدها. والسكواد اللي بيلعب سكواد كويس جدا بصراحه. سواء حسين الشحات او رضا سليم اللي هو من جنب الشمال بالنسبه لي، او بيرسي تاو وكريم فؤاد الوينج اليمين بالنسبه لي، او حتى وسام ابو علي ومودست. يعني في سكواد كويس في الاهلي. أه هنتابع المباراه ونشوف الدنيا رايحه لفين. سلام.